ال 25 جنيه دول ما يعملوش اي حاجه. بس بقى خالد فين يقدروا يعملوا كل حاجه. بص بقى يا سيدي، تعالوا سريعا كده اعرفكم على اولاد العم. 2 ولاد عم بيدرسوا في سياحه وفنادق، اشتغلوا في المطاعم 3 سنين، وبعد ما خدوا خبره كامله فتحوا المشروع بتاعهم، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الاسعار بتاعتهم بتنافس اي حد في محرم بيه وفي اسكندريه. وبالمناسبه كده هم اللي بيخترعوا كل حاجه، يعني كل حاجه مش بتجيلهم جاهزه، لا هم اللي بيعملوها من طقطق للسلام عليكم. نيجي بقى للسؤال المهم، ايه الاسعار يا عم خالد؟ احب اقول لك ان الاسعار عندهم بتبتدي من 25، وده بالنسبه للبرجر الفراخ، واعلى حاجه عندهم في البرجر الفراخ 35، وده ولا عرض ولا حاجه ولا عشان ريفيو، دي الاسعار بتاعته العاديه. فصدقني يا عزيزي هتتدلع يعني هتتدلع. طب واحد يجي يقول لي ما بحبش البرجر الفراخ يا عم خالد، احب اقول لك ان عندهم برجر لحمه والسنجل ب 38 والدبل ب 55. نيجي بقى للاوفر ده السكر، ايوه زي ما انت شايف بالظبط كده، الناس دي بتعمل جريمه يا جماعه، جريمه زي ما انت شايف كده، وكل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش هتلاقيها عند ولاد العم. وبالمناسبه كده انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، خلينا كده متفقين ان ولاد العم رجاله. هتقولي ليه يا عم خالد رجاله؟ اقول لك ان هم بدل ما يفكروا ان هم يقعدوا على القهوه، الناس دي تعبت وفكرت وسعت انها تبقى الافضل، وبسم الله ما شاء الله في خلال وقت قصير بقوا اكتر ناس مشهوره